الصبر ليس فقط تحمل المصائب والآلام، بل هو فن تحويل الألم إلى أمل والضيق إلى فرص. حينما تتعرض للشدائد تذكر أن الصبر ليس مجرد السكوت عن الألم، بل هو القدرة على الوقوف بثبات أمام التحديات وتحويل كل لحظة صعبة إلى خطوة نحو النجاح. الصبر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركك وحدك في محنتك، وأن الفرج يأتي بعد كل ضيق، وأن الطريق إلى النصر يبدأ من لحظة السكون في وجه المصاعب. إن الصبر قوة وليس ضعفا. قل: اللهم إني أسألك صبرا جميلا لا يضعفني ولا يسبب لي قنوطا، صبرا يعينني على تحقيق أهدافي رغم كل الصعوبات، ويمنحني القوة لتخطي أي عقبة. اللهم اجعلني من الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ووفقني لأن أرى في كل محنة فرصة للنمو والنجاح. الصبر هو أن تستمر في السعي رغم الألم، وتستمر في الدعاء رغم تأخر الاستجابة، وأنت على يقين بأن الله لا ينسى عباده، وأنه قريب من عباده في أوقات الشدة. الصبر ليس فقط تحمل المصائب والآلام، بل هو فن تحويل الألم إلى أمل والضيق إلى فرص. حينما تتعرض للشدائد تذكر أن الصبر ليس مجرد السكوت عن الألم، بل هو القدرة على الوقوف بثبات أمام التحديات وتحويل كل لحظة صعبة إلى خطوة نحو النجاح. الصبر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركك وحدك في محنتك، وأن الفرج يأتي بعد كل ضيق، وأن الطريق إلى النصر يبدأ من لحظة السكون في وجه المصاعب. إن الصبر قوة وليس ضعفا. قل: اللهم إني أسألك صبرا جميلا لا يضعفني ولا يسبب لي قنوطا، صبرا يعينني على تحقيق أهدافي رغم كل الصعوبات، ويمنحني القوة لتخطي أي عقبة. اللهم اجعلني من الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ووفقني لأن أرى في كل محنة فرصة للنمو والنجاح. الصبر هو أن تستمر في السعي رغم الألم، وتستمر في الدعاء رغم تأخر الاستجابة، وأنت على يقين بأن الله لا ينسى عباده، وأنه قريب من عباده في أوقات الشدة. الصبر ليس فقط تحمل المصائب والآلام، بل هو فن تحويل الألم إلى أمل والضيق إلى فرص. حينما تتعرض للشدائد تذكر أن الصبر ليس مجرد السكوت عن الألم، بل هو القدرة على الوقوف بثبات أمام التحديات وتحويل كل لحظة صعبة إلى خطوة نحو النجاح. الصبر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركك وحدك في محنتك، وأن الفرج يأتي بعد كل ضيق، وأن الطريق إلى النصر يبدأ من لحظة السكون في وجه المصاعب. إن الصبر قوة وليس ضعفا. قل: اللهم إني أسألك صبرا جميلا لا يضعفني ولا يسبب لي قنوطا، صبرا يعينني على تحقيق أهدافي رغم كل الصعوبات، ويمنحني القوة لتخطي أي عقبة. اللهم اجعلني من الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ووفقني لأن أرى في كل محنة فرصة للنمو والنجاح. الصبر هو أن تستمر في السعي رغم الألم، وتستمر في الدعاء رغم تأخر الاستجابة، وأنت على يقين بأن الله لا ينسى عباده، وأنه قريب من عباده في أوقات الشدة. الصبر ليس فقط تحمل المصائب والآلام، بل هو فن تحويل الألم إلى أمل والضيق إلى فرص. حينما تتعرض للشدائد تذكر أن الصبر ليس مجرد السكوت عن الألم، بل هو القدرة على الوقوف بثبات أمام التحديات وتحويل كل لحظة صعبة إلى خطوة نحو النجاح. الصبر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركك وحدك في محنتك، وأن الفرج يأتي بعد كل ضيق، وأن الطريق إلى النصر يبدأ من لحظة السكون في وجه المصاعب. إن الصبر قوة وليس ضعفا. قل: اللهم إني أسألك صبرا جميلا لا يضعفني ولا يسبب لي قنوطا، صبرا يعينني على تحقيق أهدافي رغم كل الصعوبات، ويمنحني القوة لتخطي أي عقبة. اللهم اجعلني من الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ووفقني لأن أرى